السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما اختلف شخصيات الأولاد وقدراتهم، في قواعد مشتركة لازم تكون موجودة مع كل طفل. تقدري تطبقيها ولا فيه قاعدة جديدة هتعرفيها وإن شاء الله تبدأي تطبقيها في تربية على مهل؟ أول قاعدة: وقت خاص لكل طفل، حتى لو ربع ساعة، وقت يكون ليه هو بس، تسمعيه، تحكي معاه من غير حكم ولا استعجال. الوقت ده بيبني جسر تواصل وثقة هيشيلك سنين قدام. تاني قاعدة: التعامل من غير مقارنة، لا مقارنة بين الإخوات ولا مع زميل ولا قريب ولا طفل غريب. كل مقارنة بتكسر حاجة صغيرة جواه، وكل كلمة دعم بتبني فيه جبل. المقارنة بتكسر والتشجيع بيبني. تالت قاعدة: تعليم أسماء الأشياء. الطفل لازم تعلميه يسمي مشاعره، تعرفيه الأدوات حواليه، تعرفيه جسمه، طلباته. الطفل اللي يعرف يقول اللي جواه يعرف يتصرف، ومع الوقت الكلام يقلل العصبية والعناد. رابع قاعدة: علميه طرق المذاكرة المناسبة ليه. الطفل لازم يتعلم ازاي يذاكر. فيه طفل بيتعلم بالألوان، بالصور، وطفل بالحركة، وطفل بالسمع. مش مهم الطريقة، المهم انك تمسكي ايده لحد ما يلاقي طريقته. خامس قاعدة: علميه ازاي يكون الأصدقاء. علميه يقول ممكن نلعب، يقول أنا مش مرتاح دلوقتي. علميه يقول دي لعبتي، تحب نتشارك. مهارات العلاقات بتتعلم ومش بتيجي لوحدها. العلاقات مهارة ومحتاجة تدريب. سادس قاعدة: الاحترام أساس البيت. أسلوبك معاه هو اللي هيعلمه إزاي يتعامل مع العالم كله، لأن هيطبقه مع الناس اللي حواليه. البيت اللي فيه احترام بيطلع طفل يحترم نفسه قبل أي حد. سابع قاعدة: مساحة للخطأ. الطفل محتاج يغلط ويتعلم، مش محتاج يتعاقب على كل تفصيلة. لما تغلطي اعترفي بخطئك واعتذري، عشان الطفل يتعلم إن الغلط مش نهاية العالم، الغلط بداية فهم. فكري أي قاعدة اليوم هتبدأي تطبقيها مع